الذي أكد بشأنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة خطاب العرش لسنة 2016 بتزوار بأنه مذهب في الحكم لا يقتصر كما يعتقد البعض على الولاة والعمال والإدارة الترابية، وإنما يهم كل من له سلطة سواء كان منتخبا أو يمارس مسؤولية عمومية كيفما كان نوعها. والمفهوم الجديد للسلطة يعني المساءلة والمحاسبة التي تتم عبر آليات الضبط والمراقبة وتطبيق القانون. وبالنسبة للمنتخبين فإن ذلك يتم أيضا عن طريق الانتخاب وكسب ثقة المواطنين، كما أن مفهومنا للسلطة يقوم على محاربة الفساد بكل أشكاله في الانتخابات والإدارة والقضاء وغيرها، وعدم القيام بالواجب هو نوع من أنواع الفساد. انتهى منطوق الخطاب الملكي السادس. من ثم يتعين التأكيد على أن زمن التسيير التقليدي للمرفق العام انطلاقا من المكاتب بإصدار الأوامر قد ولى، وأصبح من المتعين على كل سلطة عمومية الحضور الدائم بالميدان والإنصات لنبض الشارع ولحاجيات المواطنات والمواطنين، والإجابة على تظلماتهم واقتراح حلول مناسبة لمشاكلهم، والحرص على حسن تنفيذ القوانين التي تمنح الثقة للجميع. فلقد أبانت التجربة على أن عدم الإنصات للمواطنين وعدم التفاعل مع انشغالاتهم كيفما كانت طبيعتها كلها أسباب تغذي وضعية الاحتقان وبؤر التوتر وتساهم في نشر الخطاب العدمي في صفوف الساكنة. وإذا كان المغرب ينفرد بفضل القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بنموذج للتنمية البشرية يحظى بإشادة دولية، نموذج من صنع المغاربة ومن أجل المغاربة، فإن تنزيله الفعال يظل رهين مدى قدرة والي الجهة وعبره كل مكونات هيئة رجال السلطة، بل وكل ذي سلطة على المستوى المحلي، على العمل على تدارك العجز الاجتماعي بالمساهمة في تشجيع الأنشطة المدرة للدخل والتشغيل الذاتي للشباب ومساعدتهم على إخراج مشاريعهم للوجود من خلال التحاور والتوجيه وتقديم كل أشكال المساعدة في هذا الشأن. حضرات السيدات والسادة، إن مهمة المحافظة على النظام العام والسهر على أمن وسلامة المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم هو من صميم أولويات الإدارة الترابية والأمنية، فهو يظهر مدى قدرتها على الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وكذا تكريس حضور وهيبة الدولة وتطبيق القانون. وترتبط هيبة الدولة بهذا الباب بهيبة ممثليها، بل ويشكل رجل السلطة الحلقة الأقرب والأكثر احتكاكا بالمواطن، وبالتالي فإن إسهامه في فرض احترام القانون والابتعاد عن كل الممارسات والسلوكات التي تمس بمصداقيته لكفيل بتعزيز هيبة الدولة وزرع الثقة بمؤسساتها، ولن يتأتى له ذلك إلا بالتحلي بالانضباط ولن يتأتى له ذلك إلا بالتحلي بالانضباط وحسن الخلق، مراعاة لوضعه الاعتباري الذي لا يمكن فصله عن شخصه، والتزامه الصارم والدقيق بتطبيق القانون والشفافية والمصداقية. كما يجب على رجل السلطة أخذ المبادرة وتبني نهج السباق بالقرب من المواطن والإنصات لحاجياته والتواصل معه قصد قطع الطريق على محاولات استغلال ظواهر وملفات اجتماعية وركوب بعض العناصر عليها لقضاء مآرب لا علاقة لها بالمصلحة العامة. وليعلم السادة رجال السلطة وممثلو السلطات الأمنية أننا إذ نسجل بارتياح التعاطي الإيجابي والاحترافي الذي يواجهون به مختلف مظاهر المس بالأمن والنظام العام، فإننا نستحضر معهم الصعوبات التي يواجهونها والإكراهات الميدانية المرتبطة بظروف اشتغالهم، ونتقاسم معهم هذا الوضع من خلال المواكبة الحثيثة والتتبع الدائم لأوضاعهم. ولنا اليقين أن المجهودات الجبارة التي يبذلونها وإخلاصهم التام وتفانيهم في أداء واجبهم يبقى السبيل الأمثل لتعزيز الثقة لدى المواطنين في قدرة السلطات العمومية على حمايتهم وحماية ممتلكاتهم. حضرات السيدات والسادة،
تعتبر جهة الرباط سنة القنيطرة منذ بضع سنوات بمثابة ورش مفتوح لمشاريع تنموية كبرى ومهيكلة ذات الطابع اقتصادي سياحي واجتماعي وعمراني وثقافي، تتنوع بتنوع ما تزخر به عمالاتها وقليمها من مواقع طبيعية ومؤهلات اقتصادية ومآثر تاريخية ذات قيمة ثقافية وتراثية كبيرة تمثل ركائز أساسية للاقتلاع التنموي للجهة. ولقد أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله يده بهذه الجهة خلال العشر سنوات الأخيرة انطلاقة مشاريع كبرى غيرت وستغير من معالمها لتصبح قطب إشعاع دولي يليق بجهة تحتضن عاصمة المملكة. ولقد شملت هذه الأوراش البنيات التحتية والصناعة والفلاحة والسياحة والحرف التقليدية والتعليم والصحة والسكن والتنمية البشرية، والتي ما فتئ جلالته يوليها الاهتمام الأكبر بما يعكس حرصه الدائم على التجاوب مع الانتظارات المشروعة للساكنة خصوصا منهم الشباب والنساء، والاهتمام الخاص الذي يوليه للعنصر البشري باعتباره محور جميع المبادرات التنموية لتحسين ظروف العيش وبلوغ الأهداف المنشودة. وفي هذا الإطار يعد البرنامج مندمج التنمية الحضرية لمدينة الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك في 12 ماي 2014، ومشروع تهيئة حوض أبي رقراق أحد أعمدة هذه الأوراش التي تساهم في تعزيز التنمية والارتقاء بعاصمة المملكة إلى مصاف العواصم العالمية، حيث يشمل هذا الورش كبير صيانة وتثمين التراث الثقافي والحضاري العاصمة الرباط، والمحافظة على المساحات الخضراء والمحيط البيئي للمدينة، وتحسين الولوج للخدمات والتجهيزات الاجتماعية للقرب، ودعم الحكامة الجيدة وحماية وتأهيل النسيج العمراني، وتحديث التجهيزات قطاع النقل الطرقي والسككي، وتطوير الحركة الاقتصادية والتجارية، ودعم القطاعات المنتجة، وتعزيز وتقوية البنية التحتية والشبكة الطرقية. وتشكل المشاريع الطرقية الحضرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة في ماي 2015 مكونا مهما ومحوريا ضمن البرنامج الشمولي للتنمية الحضرية للرباط، وكذا مشروع تنمية ضفة أبي رقراق. كما يتوخى مشروع وصال بورقراق تثمين الموروث العمراني لمدينة سلا والرباط، وتمكين الساكنة من الاستفادة من بنيات تحتية ترفيهية وفضاءات للالتقاء، وتنضاف لهذه المنشآت ذات القيمة العالية مصلح الرباط الكبير الذي يعد واحدا من البرامج الوطنية للتنمية الثقافية بالنظر للموقع الاستراتيجي، حيث تلتقي جميع المعالم والمواقع التاريخية والتراثية لمدينتين القديمتين سلا والرباط. كما تحظى بالموازاة مع ذلك كل حوافز وأقاليم الجهة ببرامج تنموية، نذكر منها على سبيل المثال برنامج تأهيل حضري مندمج لمدينة سلا، والمخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة 2015-2030.